السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو متنسوش الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات مشتريات كده من خضار. حبيت ان انا اشاركها معاكم عشان اقول لكم يعني على الاسعار اللي انا اشتريت بها وكده. يعني هي بصراحه الاسعار غاليه، وكل ما بتروح بتزيد، مش بتقل. يعني الاسعار بتعلى مش بتنقص. هنا اشتريت هنا كده. اول حاجه جبتها كده، جبت كده الملوخيه. يعتبر هي ارخص حاجه موجوده في السوق، هي الملوخيه الخضراء. اشتريت كده 3 قربت من الملوخيه. التلاتة كانوا عاملين ايه؟ كانوا عاملين 5. هي الملوخيه حلوه وبصراحه، والربطه يعني ايه كبيره مليانه يعني. بس يعتبر هي ارخص حاجه الملوخيه، هي اللي موجوده في السوق يعني. وكمان جبت كده خيار، جبت كده كيلو من الخيار. كيلو الخيار عامل 15. بص بوريكم كده حجم الخيار اللي انا بحب انقيه يعني. ما بحبش الخيار الرفيع خالص. بيكون الخيار الرفيع خالص حلو في انك انت تجيبيه وتخلليه، لكن بصراحه لما الواحد بيجيبه ويقعد مثلا يوم ولا 2 في التلاجة بتبص تلاقيه يدبل وبيكون مش حلو معاكي، محدش بيرضى ياكله يعني. لكن بصراحه هو الحجم دوت بيكون حلو. بس والخيار اصلا كان طازه وكان صبح يعني وحلو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فانا جبت بس كيلو واحد بس ب15. وكمان جبت كده بطاطا وبتاع ده وبدنجان ابيض. اشتريت كده البدنجان الكيلو ونص كان عامل 10. فانا جبت كيلو الا ربع بس، يعني على الجد كده عشان ما يتبقاش منه، فمحدش بياكله يعني وكده غير هي بس ايه. اليوم اللي انا بعمل فيه المحشي بس. بصوا جبت كيلو الا ربع. الكيلو الا ربع كان عامل 5. وكمان بحب انقي برضو الحجم دوت من البدنجان اللي انا هحشيه، عشان خاطر ما يبقاش ممل كده في تنظيفه والكلام ده كله. لان الصغير خالص بيبقى ممل كده وانت بتجوريه، وفي نفس الوقت في الحشو بيكون صغير قوي، لكن الحجم ده بصراحة بيكون حلو يعني ايه حجم وسط. فاشتريت منه بس كيلو الا ربع. وهنا كده بوريكم جبت بطاطا كيلو ونص ب10. البطاطا الكيلو ونص ب10. هي ستة كانت عايزة تدولي كيلو وربع يعني، بس انا قلت لها هاخد كيلو ونص بس. فجبت كيلو ونص منها كده ب10. البطاطا حلوة، وكمان هنعملها مع بعضنا في الفيديو. وجبت كمان يا بنات بتاع ده جرجير. آه، جبت كده جرجير يا بنات، وجبت كمان فلفل اخضر. بس هوريكم كده الجرجير اللي انا جبته حلو. والتلات ربطات كانوا عاملين 5، فانا اشتريت ب10 عشان يقعد عندي مثلا يومين 3 كده ناكل منه. بيكون حلو كده مع في الفطار يعني وكده، يعني مع الطعمية والفول والكلام ده كله. بس فاشتريت كده ب10. بغسله كده وبلفه كده وبحطه في التلاجة، بيقعد عندي يومين 3 4 على حسب ايه الكمية اللي انا شارياها بس. وجبت هنا كده الطماطم هي اللي سعرها بصراحة عالي. اخر مرة كنت شارية فيها الطماطم الكيلو كان عامل 12، يعني كنت جايبة ال2 كيلو كانوا عاملين 24 جنيه. النهاردة بقى لما جبت الطماطم اشتريت الكيلو ب20، يعني الكيلو ونص ب30. اشتريت كيلو ونص بس من الطماطم ب30. يعني متخيلين انتوا يعني من ال2 كيلو ب24، جبت كده الكيلو ونص ب30، يعني الكيلو لوحده ب20. فبصراحة غالية وغالية على الفاضي يعني. فجبت بس كيلو ونص اللي هو ايه خليه كده ايه لو سلطة لو حاجة كده ايه سريعة. وكمان منقية طماطم اللي هي الناشفة شوية عشان تكون حلوة في السلطة. جبت هنا كده برضو فلفل يا بنات. جبت كده في كيلو من الفلفل الأخضر. اشتريت الكيلو ب15. بصوا حلو الفلفل دوت. كمان انا جايباه حجم صغير عشان هاخد منه ايه الحشو يعني. بحاول ان انا مثلا كل اسبوع كده اعمل مرة محشي، يعني في وسط الاسبوع كده او على اخر الاسبوع مثلا يوم الخميس او يوم الاربعاء وكده بعمل محشي بس. فالمرة دي بقى جبت ما جبتش كوسة عشان الكوسة برضو لقيتها الكيلو ب20.
فمرضتش اشتريها يعني، فقلت خلاص مش مشكلة اجيب فلفل وبدنجان كفاية يعني. لكن لقيت ليمون حلو، الليمون ما شاء الله جميل كده واصفر وكده ومليان ميه زي ما انتم ما شايفين كده. وكان الليمون حلو، كان لسه كمان يعني ايه اللي هو جديد، مش بقاله مثلا يوم ولا اتنين عند البياع. فاشتريت الكيلو كان عامله ب15، اخدت منه الكيلو ب12. ادانا يعني الكيلو ب12 بالعافية يعني. فجبت الكمية دي، والله ما فاكرة ده كيلو وربع ولا كيلو ونص. فانا لسه مش عارفة يعني هجبته، بعد ما جبته مش عارفة هشيله في الفريزر ولا هعمله مخلل يعني. بس انا سألت على فلفل احمر، اللي هو الفلفل الاحمر البلد الصغير ده، ما لقيتش، بحب احطه مع الليمون المخلل، بس ما لقيتوش موجود يعني، محدش كان معايا يعني. وبرضه سألت على الزيتون، ما لقيتش الزيتون، مش عارفة، مع ان موسم الزيتون الايام دي، بس ما لقيتش حد خالص معاه زيتون في السوق. ف ممكن كده اشيل الليمون ده في الفريزر، ومره تانية يكون لقيت فلفل وزيتون، اروح جايبه كده بالمره اللي هو ايه ليمون مع زيتون مع فلفل، عشان لما اعمل مره واحده يعني. لسه والله يعني محتاره، مش عارفه يعني هعمل ايه. فجبته كده، قلت كده كده هو الليمون مش هيخسر يعني، لو مش هيتخلل هيتشال، بينفع منين محتاج ليمون بلاقيه. بس كده. وديت المشتريات بتاعتنا يا بنات اللي انا جبتها. هي مشتريات بسيطة، بس انا حبيت اشاركها معاكم عشان نعرف مع بعض الاسعار ونشوف يعني ايه الدنيا ماشية ازاي. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تنزلي تحت على كلمة اشتراك، تضغطي عليها وتضغطي على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بفيديوهاتي كده وشوفيني كده على طول. وطبعا لو القناة عجبتك يا ريت تنزلي تحت تضغطي على اللايك وتكتبي لي كومنت حلو منك. بصوا انا النهارده الدماغ مش مظبوطه، فممكن يكون في لخبطه في الفيديو، بس مش مشكله يعني، استحملوني. بس كده. فانا هنا كنت بدات ان انا اغسل الخضار بتاعي، وجبت كده طبعا بعد ما بغسله بسيبه كده في المصفى يتصفى، وبجيب كده البتاع ديت اللي هي اللي انا هحط فيها المنظم اللي انا هحط فيه الخضار بتاعي، بحط فيه مناديل من تحت كده وببدا ارص في الخضار. بس انا جبت المنظم الكبير ده، قلت بالمره كده يشيل الفلفل والطماطم والخيار مره واحده، ما قلتش اعمل كذا منظم كده في التلاجة. لا هي ديت كبيره بصراحه وحلوه، بتشيل الكميه كلها، لان انا مش جايبه كميات كبيره يعني، كيلو ونص طماطم وكيلو خيار وكيلو فلفل، فاهم الكميات مش كبيره يعني. بس كده. فبرضو انا ما بحبش اشتري خضار كتير، عشان لما بيقعد عندي بيبوظ بسرعه، بيبوظ في التلاجة يعني. فانا بشتري مثلا بالكيلو كده يخلص اجيب غيره. فبدل ما يعني الحاجه غاليه، فبدل ما نجيبها وتقعد وتبوظ عندنا ونرميها وبرضو وبنشتري غيرها، طب لا، طب احنا نجيب على قدينا كده ونستخدمه ويخلص ونروح جايبين غيره. بس كده. فهنا كنت بغسل معاكم الفلفل، بمسك كل واحدة لوحدها تحت المية كده، وببدأ فيها ان انا ايه اغسل فيها كده زي ما انتم ما شايفين، وبحطها في المصفى جاري كده على الحوض تتصفى. وبعد ما تتصفى هبدأ كده ان انا ارص الخضار كله ايه مع بعضيه واحطه في التلاجة يعني، بيكون جاهز معايا على الاستخدام في اي وقت. عايزة اعمل سلطة، عايزة حاجة، عايزة طماطم، عايزة خيار كده، بيكون الخضار عندي نظيف. ما بحطش الخضار ابدا بالشنط بتاعته في التلاجة خالص، بحس ان هي التلاجة مكركبة كده وشكلها مش حلو. فلا انا بحب اعمل كده يعني، كل ما اشتري خضار بقف كده اغسل كله مع بعضه، وبعد كده ارصه في التلاجة على النظافة. وهنا الملوخية يا بنات جبتها كده، طبعا انا ما غسلتهاش ولا جيت عندها، ما غير بس قصتها الحتة اللي من تحت دي اللي ملهاش اي لازمة ديت شلتها وسبتها كده في الشنطة. من ما ابقى فاضية بقى ايه هنجيها كده واغسلها، لان انا بحب اغسل الملوخية بتاعتي وانا منجيها، ما بحبش اغسلها وفيها البتاع ده العصي بتاعتها يعني وكده. بس وهنا كده بصوا كمية الجرجير اللي معايا، غسلتها كذا مرة. وبعد كده رحت قلت ايه لا خليها كده كمان شوية، جبت طبق كبير بلاستيك وحطيتها فيه، وقلت خليها تتنجع عشان خاطر الجرجير بيكون فيه طينة، فلو ما اتغسلش حلو بصراحة بيجرش في الاكل وكده. فانا سيبته كده في المية لحد ما
لو في طينة ولا حاجة تنزل، وبعد كده اشطفه مرتين تالتة، وبعد كده ايه ابدأ كده ان انا الفه واشيله كده عندي في التلاجة لحد منين ما نعوز ناخد منه إيه يكون برضو جاهز على الاكل. وادي كده يا بنات البطاطا بتاعتي، طبعا بعد ما جبتها كده طبعا غسلتها غسلة حلوة، وقطعتها كده ايه كل واحدة حوالي كده 3 قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبدأت كده جبت كده ايه شوية مية إيه حوالي مج مية كده، وحطيته كده في الحلة بتاعتي على البطاطا، وهبدأ كده ان انا ارفعها على النار، بس بحطها على نار هادية وبسيبها كده لحد ما تستوي. إيه البطاطا بتكون حلوة برضو وهي مشوية لو هتسويها على طول في الفرن، بس بصراحة بتاخد وقت طويل في الفرن، فانا بستسهل يعني الموضوع ده. لو هشويها ممكن اشويها لو مثلا بعمل صينية بطاطس، يعني لو انا مشغله الفرن على مثلا اكل ولا حاجه، بحط البطاطا مع الاكل بحيث ان كله يستوي مع بعضه. لكن ان انا اولع الفرن مثلا عشان خاطر البطاطا لا، بحب اللي هي ايه اعملها في الحله كده بتكون سريعه. وحاول ما تحطش ميه كتيره في الحله عشان خاطر كده كده البطاطا بتاعتك بتنزل ايه بتنزل ميه يعني وكده. بس وده كده فيديو النهارده، مع السلامه.